السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل ملاح. كما راكم تشوفوا جبت لكم اليوم الوصفه تاع الحريره بطريقه سهله ناجحه مضبوطه كما تقولوا لها العصيده. ما نطولش بزاف عليكم، تاقل المقادير. اذا اول حاجه راح نحتاج الى كيله تاع السميد يكون رطب كما راكم تشوفوا. تخيروا السميد الرطب. وراح نحتاج الى 3 كيلات تاع الماء بنفس الكيله اللي قست بها السميد. وراح نحتاج الزبده. انا لهنا استخدمت الزبده تجي بزاف بنينه في الحريره. نتوما تقدروا تستخدموا المارغرين اذا ما توفرتش عندكم الزبده. اذا اول حاجه جبت فاش راح نطيب، قدر هكا ولا كوكوطه. راح ندير فيها هذاك السميد وراح نزيد عليه هذوك 3 كيلات تاع الماء. الماء يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما هو سخون ما هو بارد. فوالا هكذا. بعد ما صبيته دوكا راح نخلط. نزيد له شويه رشه تاع الملح باش ما يجينيش صامت. على بالكم كي نديروا حاجه بدون سكر ما نزيدولهاش الملح تجي صامته، خاصه الحاجه اللي فيها السميد والفرينه كيما نديروا لهاش الملح دائما تجي صامته. وراح نحرك كل شيء بارد في بارد كما راكم تشوفوا. لازم تخلطوه مليح هكا، نخلطوه مليح بارد في بارد حتى تلقاو هذاك السميد كامل تخلط مع هذاك الماء. ومن بعد راح نرفدو ونحطو فوق الغاز على النار تكون قليله، يعني ماهيش متوسطه، يعني نقصوا الغاز كامل وبقاو غير تخلطوه هكذا بهذه الطريقه. راح نبقى غير نخلط فيه يعني مره على مره وما نحبسش التخليط. هنا جريت لكم المقطع باش ما يكونش الفيديو بزاف كبير، يعني نبقى غير نخلط فيه باه ما يتحجر ليش هذاك السميد، يعني ما يلصق ليش وما يرجعش يعني كتله وحده. نبقى غير نخلط فيه. دوكا كما راكم تشوفوا راهو بدا يشد في روحه. راح تبداو تلقاوه بدا يشد في روحه وتلاحظوا انه الملعقه تاعكم يبدا يلصق فيها. شوفوا حتى ولا نقدر يعني نرفدو بالملعقه. هنا راهو جاهز. راح نزيد له نصف ملعقه يعني كبيره ولا ملعقه صغيره تاع المارغرين ولا الزبده. قلت لكم انا هنا استخدمت الزبده. وراح نبقى نخلط فيها حتى تذوب لي كامل هذيك الزبده في هاد الحريره. كي نلقاها دابت راح نطفي على الغاز نتاعي. يعني شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا، وتلقاو هذاك السميد ولا يعني ولا طري، يعني كي تاكلوه في فمكم ماهوش كامل يابس هكذا. بعد ما طفيت على النار شوفوا كيفاه ولات. دوك راح نفرغها في صحن التقديم. يعني هاد الحريره تتاكل سخونه هكذا. انا جبت هادو الصحن هذا تاع الفخار، هادو زوج صغار. احنا بكري كانت لما يعني نديرو صحن واحد كبير وناكلو كامل فيه، يعني كامل العائله تاكل في هذاك الطبسي الكبير. يعني راح ويامات زمان وراح كما يقولوا راحت البركه هكا. ونزيد نفرغ الكميه المتبقيه في الصحن الثاني. يعني هاد الحريره احنا متعودين عليها نديروها في المولد، نديروها في المولد النبوي. يعني دائما مع عاداتنا وتقاليدنا ان في المولد النبوي نديروها. بصح اليوم تشهتها ماما ولهذا نص درتها لها وقدمت لكم الوصفه هكا. بعد ما فرغتهم كامل راح ندير لهم شويه تاع الزبده في المنتصف، يعني هكاك سخون ندير له هذيك الزبده باه تذوب. يعني هذيك الحراره راح تذوب لنا هذيك الزبده
ونزينوه هكا برشه تاع السكر من الفوق، خاطر هو يتاكل هكا بالسكر وتجي بزاف بنينه. يعني كاين بزاف فيكم اللي يعرفوا يخدموها ويعرفوها هاد الوصفه، وكاين بزاف ما تنجح لهمش، يعني ما تجيهمش بنينه، تجيهم دائما هذاك السميد يجي هكا يابس. بصح جربوا هاد الوصفه، راح تعجبكم، ما راحش تندموا عليها، راح تعتمدوا هاد الوصفه. والى الملتقى ان شاء الله.